يا مساء الفل عليكم. ازيكم؟ تعالوا النهارده نعمل مع بعض احلى واسهل طريقه للباستا فلورا. هنعملها بكل سهوله يا جماعه، والطعم حكايه، بخطوات سهله وبسيطه. تابعوا الفيديو وان شاء الله الطريقه تعجبكم. تعالوا بقى نشوف. اول حاجه في المقادير، معايا مقادير بسيطة جدا. انا معايا دقيق وبيض وزبدة وسكر وفانيليا وبيكنج باودر بس يا جماعة. اول حاجة معايا 3 كوب وربع من الدقيق، معايا كوباية من السكر، 3 بيضات، ومعايا 120 جرام من الزبدة. تمام كده. ومعايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، او اللي هو كيس بيكنج باودر كامل. تمام كده. ومعلقة كبيرة من الفانيليا. تمام. اول حاجه هبتدي اني انا انزل بالزبده، زبده بدرجه حراره المطبخ، ومعاها كمان السكر. عايزه اقول لكم ان ممكن تستخدموا بدل السكر البودره سكر ناعم عادي، يكون سكر عادي، اهم حاجه تكون حبيباته ناعمه. وهبتدي دلوقتي انزل بالفانيليا والبيض. بعد ما ضربت السكر والزبده لمده 5 دقايق، هبتدي بقى انزل عليها بيضه بيضه. زي ما انتم شايفين هنزل على الخليط السكر والزبده بعد ما اتضربوا لمده 5 دقايق، هنزل عليهم ببيضايه بيضايه لحد اما الاقيها تختفي، انزل التانية. تمام. هنا بقى هبتدي انزل التلاتة كوب وربع من الدقيق، وكيس وعليهم كيس من البيكنج باودر. تمام كده. كده خلاص يا دوب قلبتها بالراحه جدا لحد اما العجينه اتلمت معايا وعلى سرعه قليله، وهتطلع معايا مظبوطه بالشكل ده. تمام. هبتدي اخد، انا هسيب 3/4 العجينه، وهاخد الربع اشيله في الفريزر. تمام. هستخدم 3/4 العجينه والربع اشيله في الفريزر. هبتدي بقى جايبه القوالب الصغيره دي، دهنها دهنه بسيطه جدا من الزبده. هبتدي بقى يعني اجمع فيها كده كور صغيره عشان تبقى على قد القالب بالظبط. هبتدي بقى اضيفها بالشكل ده، واوزعها تكون مظبوطه. اهم حاجه ما يكونش فيه منطقه رفيعه قوي ومنطقه عاليه قوي. اهم حاجه ان انت تسويها بس بداخل القالب. هوريكم برضو فكره تانية، ان احنا ممكن نستخدمها، نفرد كميه من عجينه الباستا فلورا في صينيه. تمام. بالشكل ده، اي صينيه بقى، ان كانت صينيه المونيا او صينيه زي دي يعني قابله للفتح، براحتك استخدمي المتوافر والموجود عندك. تمام. هبتدي بقى ان انا بعد ما ظبطتها كده، ظبط الحروف بتاعتها، اعليها شويه، وابتدي بقى اضيف المربى. بعد بقى ما اضيف كميه المربى كلها، اضيف المربى لحد ما اغطي الجزء العجين كله. جزء الباستا فلورا العجينه بتاعتها لازم تكون محطوط لها مربى، ما تكونش كتير قوي وما تكونش قليله قوي. انا مستخدمه مربى المشمش، احلى والذ طريقه للباستا فلورا بمربى المشمش. يا جماعه جربوها وجربوا الطريقه دي، ممتازه، هتنجح معاكي من اول مره. بعد بقى ما وزعت المربى كمان على القوالب الصغيره، طلعت بقى ربع العجينه اللي احنا حطيناه في الفريزر، لازم تكون يعني جمدت كويس جدا. هبتدي بقى ابشرها بالمبشره على الصينيه بالشكل ده. مش قادره اقول لكم اسهل طريقه تزيين، طعمها حلو قوي، هتعجبكم. جربوها وهتدعوا لي ان شاء الله. هقدم لكم برضو طريقه تانية ليها. تمام. بعد بقى ما خلصت خلاص القوالب الصغيرة والقالب ده، وبشرت خلاص عليهم الكمية كلها، هوريكم برضو فكرة تانية. ده بالمقدار اللي احنا عملناه هيعمل الصينية دي، وهيعمل معاها 20 قالب صغير. تمام. عايزة برضو اقول لكم ان احنا ممكن، يعني انت ممكن تعمليهم في قوالب الكب كيك، او قوالب زي دي. لو عندك من الاستانلس دي عدد اكبر تقدري تعملي الكمية كلها. وبصراحة ألذ طريقة ليها هي اللي بتكون بالقوالب. تمام. بس كده. بعد بقى ما جهزتهم احطهم على صينيه، وهكون طبعا مسخنه الفرن قبلها على درجه حراره 180، وهسيبها لمده 25 دقيقه. هنا بقى حبيت ان انا اوضح لكم برضو في مقدار تاني، ان انا عملت المقدار كله في القوالب. طلعت كل القوالب اللي عندي، القوالب الصغيره اللي استانلس، وعملت في قوالب اكبر شويه، وعملت كمان في قوالب الكب كيك الالمونيا اللي عندي. حبيت ان انا اوريكم الفكره، ان مش شرط ان انت تعملي، ممكن تعملي في صينيه واحده. عندك قوالب كب كيك، صينيه كب كيك تقدري ان انت تستخدميها. خلاص بقى كده وريتكم الفكرة، ودخلت كله على الفرن ان يستوي. وطلعتها طلعت بالجمال ده. بعد 20 دقيقة بالظبط بتكون خدت لون ذهبي حلو قوي. ببتدي افتح عليها الشواية، حاجة بسيطة جدا تاخد اللون الذهبي الحلو ده قوي. تمام. وبعدين بخرجها على طول. مش قادرة اقول لكم في منتهى الجمال. تمام. بس كده خلاص.
جربوها وهتدعولي على طعمها وجمالها. مش قادره اقول لكم على حلاوتها. ودي بقى الكبات كلها اللي انا عملتها. عايزه اوريكم دلوقتي الاحجام. انا عايزه اقول لكم ان الكبات الصغيره الباستا فلورا لذيذه جدا وحلوه قوي، وعجبتهم جدا جدا اكتر من الصينيه كمان. ان هي بتكون صغيره كده على قد الايد، تقدري تاخدي منها واحده او اتنين جنب كوبايه الشاي، طعمها تحفه يا جماعه. عملت منها الاحجام دي. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وعجبتكم الطريقه. وانتظروني في فيديو جديد، وصفة جديدة. باي باي.